السلام عليكم طلاب ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم متعلما ومحبا للعلم. اليوم طلاب راح نقدم لكم إنشاء عن تلوث البيئة، قصير وسهل ولكافة المراحل، وإن شاء الله يا رب تجاوبونه وتاخذون عليه درجة كاملة وسهل هو الحفظ. طلابنا هسه إنشاءنا راح يكون عن تلوث البيئة. خلق الله للإنسان بيئة صالحة ليعيش فيها ويحيا من خيراتها، والبيئة الصالحة هي البيئة النظيفة، الهواء النظيف والماء النظيف، وكذلك النبات الذي ينمو دون مسمدات. ولكن تتعرض بيئتنا الجميلة إلى مخاطر عديدة تهدد حياة الكائنات سببها الإنسان، مثل تلوث الهواء بسبب دخان المصانع والسيارات وقتله الحيوانات. فعلينا الحفاظ على بيئتنا برمي الأوساخ المسببة للأمراض في حاوياتها المخصصة، وأن نستغل الطاقات المتجددة والنظيفة كالطاقة الشمسية وحماية البيئة من هذه الأخطار. واجب إنساني على كل فرد أن يقوم بمسؤوليته، وعلى الدولة أن تشريع القوانين التي تحاسب فيها كل من يسبب ضرر في البيئة. وكذلك يجب أن تقام المصانع وفقا لأنظمة حماية البيئة، فيكون فيها مرشحات لأدخنة المصانع، وأقامة المصانع بعيدا عن مصادر المياه كي لا تلوثها. وقد قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقال النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، مما يؤكد على ضرورة الإصلاح في الأرض وحماية البيئة وعدم الإضرار بها، لأنها ملك لنا ولغيرنا. لهنا طلاب خلص هذا الإنشاء، شفتوه كلش سهل وحلو وبسيط، وإن شاء الله يا رب تاخذون عليه درجة كاملة. لا تنسون تشتركون بالقناة وتضغطون لايك وتشاركوها، وشكرا لكم طلاب.